مساء الخير عليكم ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. والنهاردة راجعة حابة ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، وان شاء الله يكون شهر الخير عليكم كلكم وعلى الأمة الإسلامية كلها والأمة الغير الإسلامية كل العالم بأجمعه. وان شاء الله بإذن الله الأيام اللي جاية تبقى أحسن، لأن طبعا احنا الفترة الأخيرة شايفين أحداث كتير في العالم. وبما ان احنا جيل الصامدين، مرينا بحاجات كتير جدا وشوفنا حاجات كتير في الجيل بتاعنا. فان شاء الله اللي جاي احسن. بس النهارده انا راجعه بصراحه عشان اعلق على فيديوهات الاستاذه لقاء الخميسي والاستاذ جوزها، لان انا شايفه يعني حاجات غريبه. اول حاجه يعني انا نفسي اقول للاستاذه لقاء، حضرتك لو انتي كنتي عايزه تحافظي على البيت وانتي شايفة ان دي حياتك، وشايفة ان الست التانية غلطت وانتي كنتي عايزة تجيبيها من شعرها وكل الحاجات دي، ما كانش المفروض ان انتوا تطلعوا في برامج. يعني انتي لو كنتي عايزة تحافظي على جوزك وعلى بيتك ووافقتي ان انتي ترجعي له ووافقتي ان انتي تكملي في الحياة دي، ما كنتيش المفروض ان انتي تطلعي في برامج وتسمعونا اي حاجة، لا انتي ولا جوزك. لان يعني حضرتك في ناس كتير قوي مختلفين، وانا مش في مكان ان انا احكم عليكي لان انا معرفش ظروفك ايه. بس انا مش مضطرة ان انا اسمع لقصتك بجد. طبعا انا عارفة وانا اتكلمت على المواضيع دي كتير ان الستات مش، يعني الستات بطبعهم مش حنينين على بعض. ازاي؟ هي مراته التانية كانت عارفة ان هو متجوز وكانت عارفة ان هو عنده حياة ووافقت. فمحدش يقول لي حب. اوكي. بس ده مش موضوعي. انا موضوعي ان انا بس طالعه اقول لحضرتك يعني ان مش آه انتي طالعه تقولي ان انا بحافظ على بيت وبحافظ على جوزي وبحافظ على عيالي وبحافظ. مش شرط ان انتي تكملي في العلاقه ان انتي تكوني بتحافظي. ممكن تكوني تحافظي على بيتك وعلى عيالك وعلى علاقتك بنفسك بين ان انتوا تنفصلوا. لان بصراحه انا شايفه ان هو يعني اول حاجه لما طلع في البرنامج واتكلم عليها، وفي ناس قالوا لك ان هو راجل محترم. هو طبعا راجل محترم، ان هو ما غلطش في حد، ان هو كان عايش معاه 7 سنين ومتجوزه وكل الحاجات دي. بس انت جرحت مراتك التانية او اللي على ذمتك. يعني انا مش فاهماكوا بصراحه. انتوا يا اما ما تطلعوش في برامج خالص، لان الناس كلها بقت بتتاجر بحياتها وبتتاجر ببيوتها وبتتاجر بالستر. يعني انتي بتقولي احنا كنا مستورين وربنا، انتوا بتتاجروا بالستر. يعني انتوا مستورين، بس انتوا هو قال ان هو كان عارف ان هي هتطلع بوست ومش عارفة ايه مش فاهمة. انتوا عايزين ايه تاني اكتر من اللي انتوا عندكم؟ وبعدين انتي كل الناس شايفينك مجروحة على كل البرامج، ما تطلعيش في برامج. اكيد انتي مجروحة واكيد انتي بتمري باصعب ايام حياتك، لان ما فيش ست بتكتشف ان جوزها متجوز عليها 7 سنين وكل الحاجات دي وتبقى فرحانة ومبسوطة فانتي المفروض ان انتي تتعافي في environment احسن من environment اللي انتي اتأذيتي فيه. لان صدقيني مفيش حد بيتعافى في نفس الانفيرومنت اللي هو اتأذى فيه. لازم تغيري الانفيرومنت. بس طبعا انا مش في مكان ان انا اقولك تعملي ايه او ما تعمليش ايه، بس انا بس طالعه اقول كفايه. يعني احنا تعبنا والله العظيم. احنا اللي عايزين نسمع يعني لما تعملوا لنا زمان. احنا يعني انا اتكلمت على الجيل بتاعنا اللي هو جيل التمانينات. احنا زمان كان في مسلسلات حلوة، كان في برامج حلوة، كان في برامج هادفة، كان في مسلسلات ما كانتش مسلسلات توب، وكان في حاجات غلطات كتير جدا فيها بس كانت بتعالج مشاكل. كان في مسلسل بيعالج ان مثلا راجل مراته ما بتخلفش فيروح يتجوز عليها ولا ما يروحش يتجوز عليها. حاجات اجتماعية بنشوفها كل يوم. لكن مشاكلكم مش بتصلح اي حاجة ولا بتظبط اي حاجة هي بس بتهدم. ليه؟ لان انتوا بتخشوا على البرنامج ويطلع الناس تتقسم نصين، ناس مع فلان الفلاني وناس مع فلان الفلاني، واحنا قاعدين في النص، لا مع ده ولا مع ده. بس احنا مضطرين لان احنا كل الناس ماسك التليفون بتاعه قاعد طول النهار على التليفون وبيطلع له حاجات. حتى لو انا بختار ان انا ما اتفرجش مثلا على برنامج معين، انا وانا قاعده بقلب على التليفون زي اي حد في الدنيا كلها،
بيطلع لي حتة من البرنامج ده، ويطلع لي حتة من البرنامج ده، وبيطلع لي حتة من فيعني بصراحة يعني استروا نفسكم واستروا بيوتكم. الناس كلها كل حاجة دلوقتي على وبعدين يعني انتوا طالعين تتكلموا على مشاكلكم وعلى حياتكم الزوجية وعلى بيوتكم وعلى عيالكم. ارحموا نفسكم وارحموا عيالكم. كل الناس بقت بتتاجر بحياتها الخاصة، ما عادش فيه حياة خاصة دلوقتي خالص. حقيقي ما عادش فيه أي حياة خاصة. أنا دلوقتي كل الناس الكاميرا مفتوحة وكل الناس بيوتها على الملأ. ما عادش زمان كانوا عاملين ان التلفزيون بجد. زمان لما كنا بنتفرج على برامج او مسلسلات فكانوا بيقولوا التلفزيون بيخش كل بيت، فكان لازم نعمل حاجات محترمة ولازم نشوف ايه اللي بيجي على التلفزيون عشان التلفزيون ده في كل بيت. يعني كانوا بيحترموا الحاجات اللي بتيجي على التلفزيون علشان موجود في كل بيت. السينما الناس بتختار، انت عايز تروح تتفرج على الفيلم الفلاني ولا مش عايز تروح تتفرج على الفيلم الفلاني، فانت حر. لكن التلفزيون موجود في كل بيت زي التليفون، كل واحد ماسك تليفونه وقاعد. فانتوا بجد تعبتونا. يعني ما عادش فيه، انا مش شايفه فيه اي ستر خالص في الحياه. كل الناس بيوتها بقت على الملأ وعلى التليفونات وما عادش فيه يعني. بصراحه انا مش عايزه احكم على حد، بس انا بشوف حاجات عجيبه. قليل جدا ان انا اشوف واحد مثلا مش عايز يطلع مراته على الكاميرا، ولا مش عايز يطلع عياله، ولا مش عايز يطلع بيته. ايه يا جماعه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ على فكرة في كتير جدا، في ناس ممكن تعمل فيديوهات، وفي ناس ممكن تكون بتعملوا يعني مواضيع على الانترنت، بس مش لازم يكون من غير ستر. يعني فكروا. انا في واحد انا بصراحة مش عارفة اسمه، يعني مش فاكرة اسمه، بس هو راجل محترم عنده اولاد كتير، عنده مثلا 5 اولاد او آم، بيعمل فيديوهات هو وعياله او هو وولاده، بس ما بنشوفش مراته، ما بنشوفش اي حاجة، ما بنشوف. يعني في حاجات كتير او في ديتيلز كتير مش بنشوفها. مش لازم كل حياتنا تبقى على الملأ. وعلى فكرة في ناس كتير بيتفرجوا على فيديوهات وبيتفرجوا على السوشيال ميديا، وفي حاجات كتير جدا كذب كذب. انتوا بتعلموا الناس ايه بجد؟ يعني وبعدين دلوقتي بقى فيه الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي كمان بقى بيعمل بلاوي. انت بتخش على الانترنت مش عارف ده حقيقي ولا كذب ولا. فحرام عليكم، ارحموا كمان الشباب اللي طالع، وارحموا الجيل اللي طالع، علموهم حاجات احسن. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.